عندناش احسن من دولت. محمد احنا ما عندناش اصلا، ما فيش باك شمال، عندناش. هتقلبها يمين هتقلبها شمال، ما فيش فهم دولت محمد حمدي وفتوح. الاثنين قريبين من بعض يا شهاوي، الاثنين مش قريبين من بعض. يعني لو ماتش كبير مين يلعب؟ لو ماتش كبير، لو فتوح عندي فت 100% هلعب فتوح من غير تفكير. فتوح فيه نقطة كويسة جدا فيه، غير ان هو قوي هجوميا بيعرف يدافع. صحيح. بس فتوح مش مساعد يا تامر. ليه بقى؟ لان فتوح تامر ممكن يجي الماتش الدقيقة 40 ومش قادر يجري. فتوح تامر مع احمد عبد القادر ورمضان صبحي وصالح جمعة وينتمي للناس ديت في الفكر. مع اني انا ما بحبش احط، بس ده كلام حقيقة تامر، ما ننكرهاش. انت عارف الناس دي كانت نهايتها ايه؟ ما هو داخل في نفس السكة. حرام موهبة زي ده تامر، انا بتكلم في كده. الراجل ده من احرف اللعيبه اللي جت مصر. تامر دلوقتي اشرف حكيمي المغرب كانوا داخلين بيلعبونا بيه. فتوح ده جاي حتى ما كانش اساسي في الزمالك ساعتها، وقف قدام اشرف حكيمي لدرجه رمى الكره عليه وعمل، يعني هو نازل في دماغه ان هو مش اقل منه ونجح فيها وحرج اشرف حكيمي اللي معلم على اوروبا كلها. ده حقيقي. لما بعد المستوى ده انت المفروض تروح تحترف، مش تعمل كده. ده مع الزمالك ما بيلعبش 90 دقيقه، يعني موهبه رهيبه، حرام ان يعمل في نفسه كده. بص، هي نقطه انت اثرتها وهي مهمه جدا، هي العامل البدني للاعب المصري. احنا ما بنعرفش نبني بدني، ما بيتمرنش يا تامر. احنا مش الكلام مش على احمد فتوح يا جماعه، احنا بشكل عام اللاعب المصري مهمل في التمرين يا تامر. ما بنعرفش نبني بدني، ما بنعرفش ناسس بدني. محمد صلاح كان طالع من هنا ما فيش، انا هقولها بالعاميه يعني، فيش ولا عضله في جسمه، ما فيش استامينا. ده كلام محمد صلاح راح ايطاليا اتغير 180 درجه. صح ده كلام حقيقي. فاحنا اللاعبين المصريين كلهم، شوف اللاعبين المصريين، خلي اي لاعب مصري يرفع تيشيرت مش هتلاقي اللي انت بتشوفه في لعيبه افريقيا، حتى مش هقول لك اوروبا. احنا عندنا مشكله. فتوح ده لو بدنيا قوي واستامينا ويلعب 90 دقيقه ما يطلعش. بس هي الفكره دلوقتي، لا انا بالنسبه لي ماتش كبير هنزل محمد حمدي. ليه؟ لان محمد حمدي مش روبرت كارلوس، بس محافظ على تركيزه 90 دقيقه. ففتوح مغامره جامده جدا جدا، وانا من مدرسه لا ما غامرش ولا عبه. هو بديل كويس جدا، لا قدر الله حصل لمحمد حمدي حاجه، هو ما فيش احسن من فتوح. حمدي واقف على رجله، يبقى فتوح للتبديل لو اغراض معينه في دماغ الكابتن حسام، او تريح او انت كسبان لكن ما يبداش ماتش الصراحه دلوقتي. تمام.